الستات بتاخد حقها في الموضوع ده ولا الرجاله اكتر ولا يمين يا فندم؟ هنا دي يعني أو دي المشكله واللي احنا بنتسأل فيها ودايما بنتهم ان الستات يا جماعه لو دخلت المحكمه هتاخد حقها تالت ومتلت. مين اللي قال كده؟ العرف لا، المجتمع. الست ليها لا خالص. الدين هو اللي قال كده. يعني دي حقيقه فعلا، دي حقيقه. ده خلي بالك القانون المصري، لو احنا هنتكلم على القانون المصري، هو يعني علشان واخد من الفقه الحنفي فهو بالراحه كمان مع الست، يعني مش مديها حقوقها كامله. يعني لو جينا بصينا على القانون الاماراتي بالظبط، لو بصينا على القانون الاماراتي اللي هم واخدين الفقه المالكي، انت لو عندك زوجه انت مكلف تجيب لها العربيه والسواق وتجدد اقامه السواق والبنزين بتاع العربيه وهكذا مشتملاتها كلها. لو جينا بصينا فلسفه مين هي الانثى ومين هي المراه في الدين الاسلامي، هنعرف ان المراه هي عباره عن ملكه تعامل معامله الملوك بالظبط. يعني المحامي اللي يمشي مع واحده ست قواضيه يكسبها، مش دايما برضه يا استاذ محمد. يعني هي ايه؟ هي مش مكسب، انت بتطالبي بحقك وبحقوقك يعني اللي الشرع يجيب حقوقها لها لك. تمام. في حاجات بيبقى المحامي بتاع الراجل بيطالب بحقوقه برضه. ليه حقوق الراجل في القانون؟ ليه زي ايه مثلا يعني؟ طب عدي لي حقوق الراجل كده في القانون. ان هو يشوف ابنه. ماشي. ايه تاني؟ تمام. حقوق الراجل ان زوجته تطيعه، تسمع كلامه على ذمته مثلا. تمام بالظبط. بس